غالق على الآخر يعني. المهم من النتيجة وبالخير في هذه المحاولة. بالخير يفتح إلى عبيد يسجل الهدف الأول لشباب قسنطينة في الدقيقة 15 في الربع ساعة الأول من الشوط الأول. يسجل عبيد بعد المحاولة التي قام بها بالخير والفتحة وكانت واضحة. ونشوف الإعادة. بالفعل يعني خطأ. هو لاحظنا يعني في الدقائق اللي مرت ان الهجومات الكل كانت على جهة بالخير. لهذا ثالث مهاجمة اللي تكون على الجهة اليسرى، وكان الجو اللي كان فراغ على الجهة اليسرى. لهذا الفرصة الثالثة كانت هدف لصالح شباب قسنطينة، وكان فراغ في وسط الدفاع الجهة اليسرى من جانب. نعم هاي مرة أخرى تخرج الكرة. هذا هو الخطر. والهدف الثاني لصالح فريق شباب قسنطينة عن طريق عبيد يضيف الهدف الثاني. والخطورة كانت من الجانب الأيسر، من الجناح الأيسر لشباب قسنطينة، وعن طريق دائما بالخير. هدفين صورة طبق الأصل يعني. شوف الإعادة وما فيش نقول أن ما فيش مراقبة. بالفعل خافية ما كانش مراقبة. هو هدف بأصلي للهدف الأول وللفرصة الأولى اللي كانت هنا. 4 و5 هجومات على الجهة اليسرى، سجلوا هدفين وما سجلوش هدفين لصالح شباب قسنطينة. وهذا اللي قلت أنا قبل باللي المدرب راه درس مليح فريق شباب الثورة، وخاصة من الناحية الدفاعية. شفنا أي لقطة على الجانب. شوف الإعادة أو الركنية. وهدف ثالث على فريق شبيبة الثورة في الدقيقة 23. يسجل شباب قسنطينة هدفا ثالثا. شوف الإعادة والفراغ الكبير الموجود. فراغ كبير في الدفاع، لأن نشوف هنا في دفاع الثورة غير موجود. مدني يعني هو اللي يسجل ضد مرماه، ومدني يسجل. قلت في ذاك ضد مرماه ضد الدفاع غير موجود تماما. شاهدوا هنا ضعف دفاع شبيب الثورة اللي راح يخليهم يتلقوا عدة أهداف، وهنا لا مراقبة ولا تمركز ولا أي شيء. حتى الحارس ما قدرش حتى يخرج من مرمى. سجل عبيد الهدف الأول ثم أضاف المحاولة لفريق شباب قسنطينة. يضيف الرابع العمري، يضيف الهدف الرابع لشباب قسنطينة في الدقيقة ما هيش حتى نصف ساعة، يعني نصف ساعة إلا ثواني. الهدف الرابع لشباب قسنطينة. واش خصه اليوم فريق شبيبة الثورة. شوف الاخطاء الفادحه لدفاع الثوره اللي نظن باللي راه ترتكب عده اخطاء، وهي اللي كلفته هذا الربع اهداف. اللي راهو دفاع هش جدا، يعني سهوله كبيره في تسجيل الاهداف. رغم نظن يعني هنا المدرب راهو ما فهم والو في هذا في الدفاع تاع شبيب الثوره. لهذا راهم قلت في التصريح مع الاول انا راح تتلقى اهداف كثيره وكل يتبعوا بهذه الطريقه. 4 أهداف في نصف ساعه الاول. شبيبة الثوره لم تظهر. بوقاسم تحاول اللاعبين تاعك بين يقدموا مباراه جميله، وكره القدم فيها المعجزات. هذه المحاوله لصالح فريق شبيبة الثوره، والهدف هو هدف لصالح شبيبة الثورة عن طريق اللاعب رقم 7 سعد يسجل في الدقيقة 6 من الشوط الثاني. ها هو رجوع فريق شبيبة الثورة. نشوف الإعادة شوف هذا يعني فرصة جات يعني، وكان هذا اللاعب سعد بتقنية فردية راوغ المدافع وسدد الكرة في الارض. وكانت حتى لاعبي دفاع شباب قسنطينة كانوا بعاد في ما كانش متمركزين. هنا يدخل لاعب الجزائري في القيمه النفسيه تاع اللاعب، وانه يحافظ على هذيك الشوط الاول بنفس الطريقه بنفس العزيمه ويمكن نظن باللي عمراني راهو قال لهم باللي المقابله راهي 0-0.
نعم. لهذا باه يبقى في المستوى الذهني كامل. فيش وضعيه تسلل هنا، والمحاوله هنا فرديه بالفعل. حتى الهجوم ومعاناه على ارضيه الميدان كما قال السيد خليفه بالهوشات على محاوله هدف ثاني، والهدف الثاني لشبيبه الثوره بعد التسديده القويه ليحيى شريف في الدقيقه 75 من الشوط او من المباراه. شوف كيفاه سددها بقوه، تراجع رهيب لدفاع شباب قسنطينه. وكما قلت انا لك اذا سجل الهدف الثاني معطيات المقابله راح تتبدل. 6 أهداف كامله شاهدناها، وشوف الاهداف جميله، يعني نقول هذا هدف قويه جدا، هدف رائع رحماني رغم الارتماء الا ان